الشغل في الخليج فرصة بيتمناها شباب كتير، والإمارات واحدة من الدول المفتوحة للشغل والاستثمار لكل الجنسيات. ولو أنت من الشباب دول تعال أقول لك على حاجتين تتأكد بيهم من أي عرض عمل جاي لك عشان ما يتنصبش عليك. أول حاجة، اتأكد إن عرض العمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات وعليه توقيع المدير المسؤول. وقبل ما تمضي تقدر تتأكد من صحة الورق ده من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتي. تاني حاجة، بعد ما تمضي على عقد العمل صاحب الشغل بيبعت لك إذن دخول إلكتروني بغرض العمل. بص عليه وتأكد إنه مختوم من مكتب العمالة الإماراتي، وده تقدر تراجعه من خلال وزارة القوى العاملة اللي في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر. وبعد ما تتأكد إن الشركة موجودة فعلا تقدر تجهز تصريح العمل، ومبروك الوظيفة الجديدة. نسيت أقول لك في كام تريكايه بقى عايز أقول لك عليهم قبل ما تسافر بالسلامة. تأشيرة العمل بتكون من خلال صاحب الشغل، يعني لو حبيت تشتغل في أي مكان تاني بيكون بتصريح من خلاله هو، وده بيكون بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين. تاني حاجة، لما تسافر اتأكد إن عقد العمل اللي مضيت عليه هو نفس اللي مضيت عليه في مصر، ومهم جدا يكون معاك صورة منه. مهم كمان تبقى عارف إن صاحب الشغل هو اللي بيتحمل كل تكاليف الاستخدام ومصاريف عملية التوظيف، ولو ما وفرش بنود الشغل اللي موجودة في العقد او ما خدتش مرتبك حسب الاتفاق سواء في ميعاده او قيمته، تقدر ترجع لوزارة الموارد البشرية والتوطين. وبس يا سيدي، ما تنساش بقى لو بتتابعني من بره مصر تقول لي بتتابعني منين وايه المجال اللي بتشتغل فيه، وطبعا ما تنساش فولو ولايك والحركات اياها.